سبحان الله، في ناس بالمساجد، أنا في كذا مسجد لاحظتهم، في منهم هيك وضعهم المعاشي فيما يبدو بسيطي، تلاقي بيجي قبل المغرب بشوي ومعه هيك كيس في شوية تمر، ومن نوع التمر مبين انه بسيط وهيك، يعني شي 20 تمرة حاططهم بهالكيس، وجايب كم كاسة بلاستيك بتلاقي بيعبي كاسات المي، وينتظر الأذان، بده هو يضيف هدول اللي قاعدين ليشربوا يأكلوا من هذا التمر ويشربوا هذا الماء مشان ياخذ أجر تفطير الصائم. هذا اللي طالع بإيده. لكن هذا تدريب الكرم، تدريب هذا بكرة بس الله يكرمه ويصير معه أموال كثيرة سينفق منها. على أن الإمام الذهبي ذكر في تراجم أولياء هذه الأمة وكبراء هذه الأمة حماد ابن سليمان، كأنه هكذا، أو ابن أبي سليمان الكوفي، قال: كان حماد ذا دنيا متسعة، كان يفطر في شهر رمضان في كل يوم 500 إنسان. حلو هيك. هلا إذا صرت زنجيل يعني شو يعني 500 إنسان؟ اضرب إذا الوجبة بقديش 100,000 ورقة سوري، ضرب 500، شو بيطلعوا هدول؟ 500 ضرب 100,000 50 مليون. قديش؟ 50 مليون؟ مو شيء، فضلت خيرك. حلوة. لا إذا واحد معه مصاري كثير يا سيدنا، شو عليه إذا كل يوم 50 مليون؟ هكذا وهكذا وهكذا. شو بده يعمل؟ لا، هو أكل كثير وشرب كثير ولبس كثير وسافر كثير وركب سيارات كثير، ثم ماذا؟ المال قيمته عندما تنفقه، أما طول ما حطه بجيبتك أو بالمصارف ما له قيمة، مغلق عليه حسابات أرصدة رقمية. بس لما تنفقه، نياله اللي بيقدر كل يوم يطعمي 500 وبيطعمي 1000. علما أيها الإخوة أن هناك إخوة أنا أعلم أشخاصا هكذا يفعلون، ومو هلأ بواحد رمضان، من شهر حاجزين مطاعم مشان يجيبوا لهم الوجبات، انه كل يوم بده 500 وجبة، كل يوم بده 1000 وجبة، كل يوم بده 100 وجبة. هلا انتوا الان اذهبوا في بعض المطاعم، بتروح بتقول له انا بدي وجبة بكره، بدي 10 وجبات، بيقول لك والله ما بعتذر، محجوز 30 يوم برمضان. كان حماد ذا دنيا متسعة، وكان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، وكان يعطيهم في آخر يوم من رمضان لكل واحد 100 درهم. حلوة كمان هيك شيء 3-4 ملايين بالأخير. قال: وكان عن السلط ابن بسطام عن أبيه قال: كان حماد ابن أبي سليمان يزورني، هذا اللي كان يفطر 500 واحد، قال: كان يزورني فيقيم عندي سائر النهار، فإذا أراد أن ينصرف قال لي: انظر الذي تحت الوسادة فمرهم ينتفعون به. بس يطلع هيك عم بيسلم عليه، يكون صار قبل المغرب مثلا بربع ساعة بنص ساعة، بده يمشي، يسلم عليه، قل لهم للأهل في تحت المخدة شغلة، شوفوا ينتفعوا بما في تحت الوسادة. قال: فأذهب فأجد الدراهم الكثيرة. لما يودعوا يفوت يرفع المخدة هيك يلاقي كوش الدراهم. إن شاء الله يجي لعنكم وإن شاء الله أنتم كمان تروحوا لعند حدا وتحطوا له تحت المخدة. حلو. إذا الإنسان الله أكرمه ووسع عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. ترجموا في طبقات الحنفية للعالمة فاطمة بنت محمد ابن السمرقندي، قالوا: تفقهت على أبيها، وكان زوجها الكاساني ربما يهم في الفتيا فترده إلى الصواب. قال داود بن علي أحد فقهاء حلب: هي التي سنت الفطر في رمضان للفقهاء، كان في يديها سواران فأخرجتهما وباعتهما وعملت بالثمن الفطور كل ليلة، واستمر على ذلك بعدها أزيد من 100 عام. هلأ المرأة هي اللي سنت هاي الشغلة، إنه نساوي فطور بحلب ونعزم العلماء وبعدين طلاب العلم. انتم بتعرفوا الآن في بعض مساجدنا، في بعض معاهدنا، في بعض ثانوياتنا الشرعية، في مثلا 100 طالب قسم داخلي، في بعض المعاهد 500 طالب قسم داخلي. والله قال لي أحد هؤلاء الأساتذة 500 واحد، هدول صيف شتاء خريف ربيع، فضلا يعني عن رمضان، بدهم يفطروا 500 واحد. عندهم بالمعهد مطبخ
وفي موظفين يطبخون. قال لي بس مثلا، قال لي بدق تليفون انه بدنا رز، حيخلصوا اكياس الرز بيقولوا له تبع المطعم. بدق تليفون لاخ بيقول له ابو فلان نحن الرزات حيخلصوا. على عيني. بيبعت له طونين رز. السكرات حيخلصوا ابو فلان، هي طونين سكر. المربى حيخلص، هي كذا علبه، هي كذا كرتوني. قديش حلوه. واحد من المعاهد هيك جاءهم رجل قال له من هون لسنه كل شيء اكل عندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاسلام اطعام الطعام. اما بامريكا الوجبه امريكيه. واحد بيعزم الثاني بيقول له شو امريكيه العزيمه؟ بيقول له امريكيه. خلص شو يعني امريكيه؟ يعني انت بتدفع وانا بدفع، يعني ما بدك تطعميني عازمني يعني لازم انت تدفع. قال لا، عزيمه امريكيه. شو العزيمه الامريكيه؟ ما حدا بيدفع عن الثاني. اما العزيمه المحمديه صلى الله على سيدنا محمد، انت تتمنى ان ياكل الناس على مائدتك، انت تتمنى ان تستقبل ضيوفا في بيتك. لذلك يا اخوان ابذلوا هذا الشيء، وكلكم بدكم تفطروا صائمين. ما حدا يقول ما معي ومعي. من خرجيتك بدك فطر امك يا اخي، فطر اخوك. حط بيقول له لابوك بكره بابا الفطور انا بدي اجيبه. انت روح جيب له لامك الطبخ، خليه تطبخ والمال انت بدك تدفع. طبعا كل منا على حسبه، بس عادات الصالحين والكرام واعمال الصالحين في رمضان انهم كانوا يجودون. قديش حلوه على عمالك هالشهر تعطيهم بدل المعاش معاشين. حلوه. قديش حلوه لعمالك تجيب لهم وجبات مونه. قديش حلوه لعمالك تهديهم هدايا في هذا الشهر. قديش حلوه انت ايها العامل كمان ان تعامل صاحب العمل كمان بجود وكرم. هيك اذا شاع بيننا هذا الجود والكرم يزداد التلاحم ويزداد الترابط. كان من عادة رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان في الخير كالريح المرسلة. يا لطيف، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لا يترك أسيرا إلا أعتقه، ولا يسأله سائل إلا أجابه. يطعم الطعام ويسقي الظمآن وينذر ويدفع الصدقات ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حلو الواحد هيك يكون كريم. حلو يكون كريم، وحلو في رمضان يكون أكرم. حلو أنه من